اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الفيديو اللي عمله استاذ رضا امبارح، واللي قال فيه ان هو هيتكلم في كل حاجة، من اول ما عرف المدام لحد ما ساب البيت ومشي زي ما قال. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الراجل محترم، وبلاش تضغطوا عليه وبلاش تفضلوا تستفزوه، لان انتوا عمالين تستفزوه عشان يخرج اسوأ ما فيه، وفي الاخر ترجعوا تقولوا بصوا اهو بيقول ايه، بصوا بيعمل ايه. ولكن الراجل كل مرة بيطلع فيها بيحرجكوا بأدبه وأخلاقه وأسلوبه الراقي في الكلام واحترامه لنفسه قبل احترامه لأي حد تاني. أستاذ رضا امبارح اتكلم وقال أنا قلت قبل كده كذا مرة اللي يحضر العفريت يصرفه، بس انتوا ما كنتوش عايزين تفهموا معنى الكلمة. وانا عتابي مش على المتابعين ولا عتابي على القنوات اللي بتتكلم، انا عتابي على الراس الكبيرة، على الست اللي كانت في عصمته، وهو عنده حق وده حقه. لان انا لما هعتب على اللي كانت مني. الراجل مفيش مرة طلع لا غلط فيكي ولا غلط في اهلك ولا غلط في ولادك زي ما هو قال امبارح، بل بالعكس الراجل كان بيطلع ويقول انا ما ينفعش اتكلم في حق واحدة ست كانت على ذمتي، ما اقدرش اتكلم في اخلاقها ولا اخلاق بناتها. وفعلا هو قال الكلام ده قبل كده، ولكن انتوا برضو فضلتوا تدوسوا. والست اللي بتطلع هي وبنتها يقعدوا يتكلموا ويغلطوا ويقولوا كلام، يعني عيب انه يطلع من ستات. يعني مش هقول لكم الكلام من حيث المبدأ انه عيب انه يطلع من ستات. اتكلم استاذ رضا امبارح وقال ان هو حضرتك قلتي قبل كده انا هطلع اعمل لكم سلسلة فيديوهات لسنة قدام، فالراجل عفاكي وقال خلي الطلعة دي عليا انا، وانا اللي هحكي من يوم معرفتك لحد ما سبت البيت. ورد كمان وقال انا هشيل كل الفيديوهات اللي عندي اللي تخصك، وانتي كمان لو سمحتي شيلي كل الفيديوهات اللي عندك اللي تخص بناتي وتخص اهلي، وده حقه، لان انتي انسانة غير امينة اللي تطلع اسرار بيتها وحياتها مع راجل سواء على ذمته او اصبحت مش على ذمته، فهي تكون انسانة غير امينة. وعنده حق لما قال هم عرفوا منين موضوع المية، عرفوا منين ان بيته مفهوش مية وبتقطع المية عنده. حتى ادق التفاصيل كنت بتقوليها، حضرتك مدانة من شعر راسك لضفر رجلك زي ما بيقولوا. سكوته افتكرتوه ضعف، لكن سكوته ما كانش ضعف، سكوته كان احترام لنفسه اسفة، احترام لنفسه واحترام للعشرة. بس انتوا يعني زي ما بيقولوا كده ايه، القوي بيستمد قوته من ضعف اللي قدامه. بس هو ما كانش ضعيف، هو كان بيحترم نفسه وبيحترم الست اللي كانت عايشة معاه. اضطرتيه انه يطلع يقول انا ضاع من عمري 4 سنين معاكي. كلمة دي لو تفهمي معناها هتزعلي من نفسك قوي قوي. انتي وصلتيه انه ندم على 4 سنين من عمره معاكي. رد الراجل وقال اللي بين السطور انا اللي افهمه، ودي عنده حق فيها. لان انا طلعت قبل كده في فيديو قلت يا جماعة بين الراجل ومراته بيبقى فيه حاجات لا يعلمها غيرهم هما الاتنين، وده اللي قاله استاذ رضا في الفيديو امبارح. قال انا بس اللي عارف، وانا بس اللي اقدر احكم، واي اتنين في الدنيا بيبقى فيه بينهم اللي محدش يعرفه. وانا قلتلك قبل كده مدام هناء ونصحتك قبل كده وقلتلك بلاش تستفزوه، اتقي شر الحليم اذا غضب.
وانتوا فضلتوا تدوسوا باقصى ما عندكم، وكنتوا فاكرين انه خايف منكم، وكنتوا بتقولوا انه تهدد، وانت خايف من ايه وايه اللي ممسوك عليك. رد الراجل وقال انا راجل حر، واجيب حقي من بق الاسد، صباعي مش تحت ضرس حد. فالراجل ادى مهلة وادى انذار وقال انا هستنى يومين. سكتوا خير وبركة، ما سكتوش انا اللي هطلع امسك المصحف واحلف وليكي حق الرد على سلسلة الفيديوهات بقى اللي هو هيعملها. وزي ما بيقولوا كده ما خفي كان اعظم، وهتبقى انتي اللي جبتيه لنفسك. انتي فاكرة ان انتي بعيد وان محدش فاهم ومحدش واخد باله ان انتي اللي بتزقي الناس دي. الناس دي بتقول حاجات كانت في قلب بيتك ما يعلمها غيرك انتي وزوجك واهل بيتك. عرفوها منين؟ وانتي بنفسك قلتي انك على اتصال بالست دي وامها. انتي بنفسك قلتي انا اتصلت بفلانة الفلانية وقلت لها، وهم نفسهم قالوا احنا قبل كده كنا عايزين نتدخل بالصلح وهو مرضيش، ومن يوم ما مرضيش وانتوا فتحتوا النار على الراجل. وكأن كان عافية انه يستقبلكوا وانه يسمعكوا وانه لازم يرجع لها وانه لازم يصطلح. اللي بره المشكلة انتوا مش قادرين تفهموا ان اللي بره المشكلة بيبقى غير اللي جوه. انا اللي عشت يعني على استاذ رضا، هو اللي عايش معاها وهو اللي عارف اذا كان يقدر يرجع لها ولا ما يقدرش. وهم اتطلقوا قبل كده ورجعوا واتطلقوا ورجعوا. فكل مرة بتتكسر الكوباية وتتلزق ترجعش شكلها زي الاول. الراجل قال كنتوا بتتكلموا وتقولوا هي اللي بتصرف عليه وهي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي، وهو رد امبارح وقال هي اللي قالت له سيب شغلك ونشتغل مع بعض على القناة. وقناتها ريتش قناتها اترفع لما فعلا هي نزلت عند اهله وبقت تصور عند اهله. الارباح زادت والمشاهدات زادت والمتابعين زادوا لما كانت في مصر، لما كانت نازله تصلح الشرخ على حد قولها يعني. فانتوا اللي وصلتوه للمرحله دي، او انتي، لان انا مش هجيب اللوم على الناس لان انتي اللي زقاهم. لان زي ما هو قال ما تسيبش الراس وتمسك في الديل، خليك في الراس اللي دبرت وخططت وزقت الناس دي. فالموضوع كله عندك انتي. فالراجل اداكي مهلة يوم او يومين، لو سكتوا خير وبركة، ما سكتوش هيطلع وهيتكلم ورد كمان ولمح بحاجة وقال انتوا ما تعرفوش ايه اللي كان فيا وايه اللي كان بيجرالي. السحر اللي حضرتك كنتي بتتكلمي عنه والاعمال انها بتتعملك من الواضح ان انتوا كنتي بتعمليها له هو. فالراجل كان مغيب وهو قال انا كانت كل شغلتي اطلع واشتم ورد، اطلع اشتم ورد. فالراجل فاق لما بعد، صحي، طلع بره البرواز وشايف الصورة كويس دلوقتي ويقدر يحكم. ما احنا لسه قايلين اللي بره غير اللي جوه. فاحنا عارفين ان انتوا مش هتسكتوا، وعارفين ان انتوا هتطلعوا وهتتكلموا وهتضطروا ان هو يقول، وقتها هتندمي يا مدام هناء، والندم مش هينفعك لان انتي اللي استفزتي الراجل. لان هو فعلا راجل محترم واخلاقه عالية، ومن غير بقى ما يقول انا ابن فلان وانا ابن علان وكنت في الجامعة الفلانية واخويا كذا واختي كذا وقريبي مش عارفة مين. الراجل طلع بأدبه بأخلاقه، لان فعلا البني ادم مش بشهادته ولا هو ابن مين ولا ابوه مين ولا امه مين. البني ادم باخلاقه وبأدبه وبتصرفاته، مش بالفشخرة الزيادة. ويبقى ابن فلان وابن علان وهو تصرفاته زي الزفت وزي الهباب. يا ريت يا ريت يا ريت، لان في ناس كتير قوي 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 مستنية تفرح فيكي. في ناس كتير قوي
مستنية تشمت فيكي، وهتبقى انتي اللي جبتيه لنفسك. سكتي اعوانك بقى وكفاية، لان هو قالها انتوا عايزين تعملوا محتوى وتاكلوا عيش، اعملوا محتوى وكلوا عيش، بس انا عتابي على الكبيرة، عتابي على اللي كانت مني. المفروض ده راجل كنتي متجوزاه واكلتي وشربتي معاه وخرجتي ورحتي وجيتي وفرحتي، انتي نفسك كنتي بتقولي انا عايشة معاه اسعد ايام حياتي، ولما حصل الطلاق كان بطلبك. يبقى ما ينفعش تطلعوا تبهدلوا الراجل بالشكل ده. ولاد الاصول المحترمين المتربيين حتى لما ينفصلوا يشدوا بلاستر، يا يذكروا بالخير يا يسكتوا. انتي ما عملتيش كده، انتي ما عملتيش كده. لا اتطلق لا نتصالح، لا اتطلق لا نتصالح، هو مش يويو في ايدك. وعشان اصحابك راحوا ورفض يقابلهم يبقى الراجل خلاص بقى يلا نعمله تسليتنا. اتقوا الله شوية، اتقوا الله واسكتوا، وإلا مش هتستحملوا اللي هيتقال، لأن واضح ان أستاذ رضا عنده كلام كتير جدا 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 هيطلعه وهيقوله، وهتبقى انتي اللي جبتيه لنفسك، وناس كتير قوي مستنية ده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، بالله عليكم لايكات عشان اللايك يرفع الفيديو والفيديو يتشاف. القناة مش هتكبر غير بيكم ومعاكم، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.